السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا غبت عليكم فترة كبيرة قوي، بس ان شاء الله مش هتطول كده تاني يعني بإذن الله. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة سريعة. يعني هي يعني انا هي زي مكرونه البشاميل، بس هي مش نفس المكرونه بتاعه البشاميل يعني. دي مكرونه ممكن نعملها بيها النجريسكو، بتبقى بنفس المكرونه دي. بس انا بصراحه طلبت معايا، انا عايزه اكل المكرونه بالبشاميل ولحمه مفرومه، بس بالمكرونه الصغيره دي. انا طبعا وريتكم في الاول ان انا عندي مكرونه قلم، بس انا مش عايزه اعملها بالمكرونه القلم، انا عايزه اعملها بالمكرونه الصغيره دي. وطبعا عصقت اللحمه عادي جدا، وانا وريتكم قبل كده في كذا فيديو انا عصقت اللحمه ازاي. والبشاميل طبعا احنا عملناه قبل كده برضو، فما حبيتش ان انا برضو اطول الفيديو واعمله معاكم تاني. طبعا انا طريقه اللحمه المفرومه على المكرونه اقلبهم في بعض دي بصراحه انا اخدتها من الشيف شربيني، كان عملها حلقه قبل كده، وحط المكرونه في اللحمه وقلبهم على بعض وحط البشاميل عليها. فانا بصراحه عملتها قبل كده عجبتني جدا، فانا بصراحه بقيت اعملها كده على طول. لا، وساعات يعني برضو بحب يعني ايه اخليها برضو نص لحمة ومكرونة وكده طبقات، بس الاغلبية بصراحة انا حبيتها كده. بس كده انا حطيت المكرونة بتاعتي سلقتها، ورحت مقلبة عليها اللحمة، ورحت حاطه على وشها البشاميل بتاعي. وجبت ايدي حطيت سمنة او زيت، سواء كان اي مادة دهنية. انا ما بحبش احط على وشها بيض، بحس ان هي يعني بتبقى زفرة شوية يعني. مش كتير بحط بيض بصراحة، يعني نادرا نادرا لما بحط على وشها بيض. ممكن بيض بحطه في البشاميل، جوه البشاميل نفسه. وهنا طبعا كنت عاملة بط معاها وبصراحة لقيت جوه البطاية كنت يعني جايباها وشايلها بقالي يعني مثلا ايه شهر تقريبا، وانا ناسية انا كنت جايبة ايه. فانا قلت اطلعها بقى اعملها، فلقيت ان انا ايه كان فيها حمامية كمان يعني. فطبعا حمزه لما شاف الحماميه قال لي لا انا اللي اكلها، دي بتاعتي. هو فرح بيها ان هي صغيره كده. طبعا من يعني احلى حاجه اللحمه البط الفراخ، عشان تعمليها وتاخدي شوربه حلوه لازم تحمريها في الاول خالص خالص، يعني معلقتين سمنه كده. هون كده كده احنا عارفين البط دسم جدا وبيبقى فيه سمنه كتير. فانا بدات ان انا ايه حمرتها، وبعد كده دلقت عليها الشوربه وورق اللورة بقى والتوابل بتاعتنا، وسلقت معاها البطه. انا الفرخايه انا ما حشيتهاش ولا حشيت البطه بصراحه، انا سلقتهم كده. زي ما انتم شايفين، حتى هي كانت في الشوربه كانت باينه ان هي متحمره، الصدمه اللي اخدتها في الاول خالص كانت باينه. هنا طبعا بعد ما البطه استوت تماما والحمامه، بدات ان انا ايه على في صينيه ان انا احمرهم كده يعني ياخدوا لون. انا ما حمرتش الحماميه قوي، لان انتوا عارفين الحمام اصلا يعني بيبقاش فيه لحم كتير. وغير كده ولادي عشان صغيرين اي حاجه متحمره ما بيعرفوش ياكلوها. فانا بصراحه ما حمرتهالوش قوي يعني، انا يا دوبك بس ايه شممتها النار كده بس، لكن ما حمرتهالوش بصراحه. والبطايه طبعا عشان الجلده اللي بره دي كلها بتتشال، فبيبقى من جوه اللحم طري بس. وادي صينيه المكرونه بتاعتنا خرجت كده هون. طبعا هو فيديو سريع جدا جدا جدا. ان شاء الله عقبال ما اعمل لكم بس فيديوهات حلوه كده، بمر بمرحله كده وان شاء الله تعدي على خير، دعواتكم ليا. فان شاء الله بعديها هتلاقوا فيديوهات كتير جدا جدا وحاجات كتير جدا هتعجبكم باذن الله. ودي خلاص اخر حاجه احنا عملناها المكرونه، وهنبدا نطلع المكرونه دلوقتي اوريكم. انا كمان لما حطيت البشاميل بقيت بظهر المعلقه يعني بنغزها بحيث ان انا البشاميل يدخل في قلب المكرونه. احنا بنحب المكرونه البشاميل دي بالذات بتبقى سايحه كده، يعني البشاميل سايح في قلب اللحمه في قلب المكرونه، بتبقى طريه جدا وما بتتاكلش طبعا اللي هي سخنه. احلى اكل مكرونه البشاميل وهي سخنه. فانا هوري دلوقتي انا طلعتها وهي كلها سايحه بصراحه في قلب بعضيها، طبعا عشان هي كانت سخنه شويه. انا طبعا سبتها بردت حبه، بس هي عشان برضو لسه ما بردتش تماما، فعشان كده طالعه ايه فكه شويه. هي انا لو كنت طلعتها وهي لسه خارجه من الفرن كان زمانها بقت سايحه ومش هعرف اصلا اطلعها بالمعلقه.
بس وكده هحط البط عليه. طبعا انا قدمتها في الطبق اللي هو الاصفر دون وغرفت المكرونه في اطباق، فما حبيتش بقى ان انا افور الموضوع اكتر. فهو دي كانت الاكله بتاعتنا، وان شاء الله يكون الفيديو بسيط وعجبكم. وما تنسونيش في لايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.